بقى المحامي والمستشار الخاص بصلاح من غير ما يبقى اسم مشهور وعالمي ولا حتى بينافس في سوق الكورة. طب ازاي النجم العالمي محمد صلاح مش موكل محامي تقيل ومشهور يقدر يعتمد عليه عشان يكون مسؤول عنه؟ اشمعنى يعني رامي عباس؟ الإجابة إن رامي قدر في فترة بسيطة يكون ليه تأثير قوي على تفكير صلاح، ونقدر نقول إنه واصل لدرجة التحكم والسيطرة كمان. يعني عندك مثلا ظهور صلاح البسيط في الإعلام ده رامي السبب فيه، ومخليه دايما مركز بس على التمرين والماتشات، وقدر يسحبه واحدة واحدة بعيد عن أي حاجة ممكن تعطل نجاحه. والفكرة كلها إن رامي شخص مختلف شوية، يعني هو مثلا ما بيحبش المسمى الوظيفي بتاع وكيل أعمال فلان، وأصلا ما بيحبش وكلاء اللعيبة، لأن من وجهة نظره إن لو الوكيل ده شغال مع عدد لعيبة كبير فهو مش هيقدر يشتغل بضمير معاهم كلهم، فبالتالي هيكون في تأثير في الشغل، ودي حاجة رامي ما يقبلش بيها. وخليني اقولك ان رامي شخصية ذكية جدا، وما بيحبش يعمل شغل لنفسه ولا يتفاخر بانجازاته زي اغلب الناس اللي شغالة في المجال ده، حتى بعد كل الانجازات اللي صلاح حققها اللي تخلي اي حد يتمنظر بيها على الفاضية والمليانة. هو اهم حاجة عنده انه يشتغل بطريقته ويركز على شغله وبس. فبطل معارك صلاح يبقى كولومبي من اصول لبنانية، وبعد ما اتخرج من الكلية اشتغل فترة مترجم، وعشان محدش يعرف النصيب مخبي ايه اتحول رامي من مترجم مش معروف خالص للدرع الخفي اللي صلاح بيدخل بيه اي معركة وبيكسبها، واسمه رامي عباس عيسى، واتخرج بعد ما درس الحقوق في جامعة ليستر، ودي واحدة من اكبر الجامعات اللي موجودة في انجلترا. ده غير ان رامي من عيلة غنية جدا، وعايش معظم وقته في الامارات مع قرايبه اللي عايشين هناك، وكل فترة كده يسافر انجلترا لصلاح يخلص شغله وبعدها يرجع تاني. ده غير انه يعتبر قافل على نفسه ومش بيظهر في لقاءات صحفية كتير، وطبعا دي حاجة نادرة جدا. لكن في نفس الوقت ما تلاقيش ولا وكيل اعمال من اللي ماسكين اسامي لعيبة كبار عندهم عدد المتابعين الكبير ده على تويتر. وبما ان ناس كتير مهتمة بيه ومتابعينه، اتحول رامي لواحد من اشهر وكلاء لاعبي الكورة في العالم كله. ومعرفة محمد صلاح برامي جت كده صدفة، وده لما اتقابلوا في اجتماع قبل ما محمد صلاح يروح تشيلسي. واللي لفت نظر صلاح لرامي وقتها انه كان بيتكلم عربي، وده اللي خلاه بعد ما راح روما بكام شهر قرر ان رامي عباس هو اللي هيكمل معاه الطريق. ومش بس كده، رامي كمان يعتبر ليه دور كبير جدا في النجاح اللي صلاح وصل له، وعرف ازاي يسوق لموهبته. ده غير انه كان واحد من اهم الاسباب في الخطوات المهمة في تاريخ محمد صلاح، زي انتقاله لروما والليفربول، وانه طبعا بقى الاعلى في القيمة التسويقية بالنسبة للريتس. وبقى رامي عباس من الامثلة النادرة جدا اللي فاهمة معنى النجاح صح، عارف انها مش بالكلام ولا اللقاءات الكتير، ولا اني اشوف مين عمل ايه في مجالي واروح اعلي عليه. يعني يعتبر واخد كرسي وقاعد على جنب بيشتغل بس. وفعلا لو كله قدر يوصل للمرحلة دي من السلام النفسي، الدنيا هتبقى احسن بكتير. رابط الانستجرام هسيبه لكم في الكومنتات تحت، لو دخلتوا عملتوا لي فولو هكون مبسوط جدا. وبس كده فيديو النهارده يكون خلص.